واجلس علك أن تستفيد كلمة تبقى لك في ميزان حسناتك، وعلك أن تستفيد كلمة تبقى لك نورا في حياتك. لأن من أراد الله سعادته في الدنيا والآخرة رزقه الاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس في الدنيا والآخرة من كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله وسمته ودله وجميع أمره صلوات الله وسلامه عليه. هداه ربه صراطا مستقيما وأرشده سبيلا قويما، فمن سار على نهجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فهو على الصراط المستقيم وعلى السبيل القويم، وهو أسعد الناس وأولاهم برحمة الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. أما الطريقة فأولا أوصيك أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك حب السنة، وتدعو الله عز وجل أن يرزقك حب السنة والعمل بها وتطبيقها والتزامها والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها. قل اللهم إني أسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وارزقني العلم بالسنة والعمل بها والدعوة إليها، وأن تجعل عملي خالصا وتعليمي وعملي خالصا لوجهك الكريم. سل الله عز وجل ذلك. الأمر الثاني أن تبحث عن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمته ودله وقوله وعمله، فتحرص على أن تؤدي جميع الفرائض والواجبات وتجتنب جميع المحرمات، وعندك نور من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا تقدم أمرا ولا تؤخره ولا تتكلم ولا تعمل إلا وأنت متبع لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستلزم منك أن تبحث عن هذه السنن وعن هذه الآثار، حتى قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث طبعا البحث عن السنن يستلزم الأصل أول شيء تبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إذا جئت تتوضأ تسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وما هو الهدي الأكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي غسله وفي صلاته وفي قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي رفعه، في جميع أفعاله صلوات الله وسلامه. لا تفعل شيء إلا وأنت متبع لهذه السنة. ثم بعد ذلك تسأل عن هديه عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبين ربه، كيف كان أخشى الناس لله، وكيف كان أتقى الناس لله، وكيف كان صلوات الله وسلامه عليه رفعه الله عز وجل فوق أطباق السماوات السبع العلى، وأقسم سبحانه بالدنيا بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ودعه وما قلاه، وأقسم أنه سوف يعطيه حتى يرضى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. من بلغ هذه المنزلة إذا به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا جن عليه الليل انتصب بين يدي الله قائما يتلو كتابه حتى تفطرت قدماه خوفا من الله جل جلاله. الخوف والخشية ليست هناك سمة ولا صفة ولا شيء أعظم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه مثل أدبهم مع الله عز وجل وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. وذلك قصص الأنبياء في الكتاب وقصص الأنبياء في السير كلها تدور حول توحيد الله حق توحيده، وتمجيد الله حق تمجيده، والوقوف عند حدود الله عند محارم الله. فكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع ربه. هذه الصفات وهذه السنن إذا جاءتك لا تتقاعس ولا تضعف، تطبق ما استطعت منها تطبيقا، وتسأل الله المعونة على الذي لم تستطع تطبيقه. ثم تسأل عن هديه عليه الصلاة والسلام في أقرب الناس إليه، حتى في مع أولاده صلوات الله وسلامه عليه. تلمس هدي هذا النبي الكريم في حلمه ورحمته وشفقته وأبوته صلوات الله وسلامه عليه وحنانه، حينما كان مع فاطمة رضي الله عنها خير أب لبنت صلوات الله وسلامه عليه، يقول أمام الناس ويشهد الناس وما قال إلا صدقا وحقا إنما فاطمة بضعة مني
يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فتدخل بيتك لأبنائك وبناتك ولسان حالك إنما بناتي بضعة مني يريبني ما رابهم ويؤذيني ما آذاهم. وتنظر كيف كان صلوات الله وسلامه عليه لما سجد فركب الحسن أو الحسين كما في الرواية بالشك ظهره، قال بعض العلماء لم يستطع ولا يمكن أن يكون من الحسن أو الحسين أن يركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس إلا إذا كان يفعل ذلك في الخفاء، لأنه كان يعتاد من نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا دخل بيته ينتطي عليه ظهره. فلما رأى هذا الظهر الذي من عادة أن ينتطي أمام الناس جاءت الفرصة، قال بسم الله وركب على ظهره أمام الناس، لأنه أمام الناس هيبة والولد يخاف، أصلا طبيعة الإنسان يخاف. لكن لما كان من إلفه بلغ به عليه الصلاة والسلام حنانه وشفقته، وليس لولده فحسب بل حتى لأولاد المسلمين، يا أبا عمير ما فعل النغير صلوات الله وسلامه عليه. أما عن هديه مع بناته صلوات الله وسلامه وشفقته عليهم وحلمه ورحمته، قالت عائشة رضي الله عنها ما دخلت عليه فاطمة إلا قام من مجلسه وأجلسها حيث جلس، ولا دخلت عليه إلا قامت من مجلسها فقبلت يده وأجلسته صلوات الله وسلامه عليه وسلم حيث تجلس. كان صلى الله عليه وسلم خير والد لولده فتكون خير والد لولد. كان صلى الله عليه وسلم في حبه وحنانه ورحمته بالناس تكون أنت كذلك في حب وحنان، قلبك سليم للمسلمين، تتمنى لهم الخير، موطأ الكنف، تحب لهم السعادة، تسمع بشخص أنه أصابته نعمة فتقول ما شاء الله تبارك الله أسأل الله أن يبارك لك فيها، تكون مع المسلمين كأنك منهم ولهم، تحس بأحاسيسهم، تتألم بآلامهم. هذا النبي الكريم تأسيا بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالخلائق تفزع يوم الحشر صلوات الله وسلامه عليه، وكل نبي يقول نفسي نفسي إذا ضرب الصراط على جهنم، وإذا بكل نبي يقول نفسي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي، وهو يقول أمتي أمتي. اللهم صل وسلم عليه تسليما وزده تشريفا وتكريما وتعظيما. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. يا هذا أي شيء تسأل عنه؟ كنز الكنوز، تسأل عن سعادة الدنيا والآخرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، مواقفه الجميلة الجليلة النظرة في حلمه ورحمته وشفقته وإحسانه إلى الخلق الذي زكاه به ربه من فوق 7 سماوات. تبحث عما فيه سعادة الدنيا والآخرة، أنت أسعد الناس. كل ما وجدت سنة عملت بها، كل ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تقوله، كل ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تفعله. أما الطريقة والأمثل في هذا فإدمان القراءة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تجعل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لك ساعة من يومك، وإن استطعت 2 3 4 وما زدت فهو خير لك. كذلك أيضا تجعل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردا من يومك، تكثر من الصلاة عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، يصلى عليك 10، فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته وحبه ولزوم سنته في الخير العظيم والفضل العميم الذي لا يعلمه إلا الله وحده الكريم سبحانه وتعالى. الحرص على السنة وتطبيقها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سيرته وتطبيقها خير عظيم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا حبه واتباعه، اللهم ارزقنا حبه حبا يرضيك عنا يا رب العالمين، وارزقنا اتباعه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعلنا من أسعد الناس بسنته في العلم بها والعمل بها والدعوة إليها وتحبيب الناس فيها يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.